أهلا بيكم. في شرحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل جوه كل كمبيوتر بنستخدمه، محادثة خفية بس في نفس الوقت حاسمة جدا. المحادثة دي هي اللي بتحدد بشكل كبير سرعة وأداء الجهاز اللي في إيدينا كل يوم. طيب، خلونا نبدأ بسؤال ممكن يبان بسيط قوي. ليه حتى أسرع الأجهزة اللي في العالم ليها حدود في السرعة؟ يعني إيه بالظبط اللي بيخلي العمليات تاخد وقت حتى لو بنتكلم في أجزاء من الثانية؟ الإجابة أو على الأقل جزء كبير منها هي محادثة بتحصل طول الوقت في الخلفية. كل تطبيق بنشغله لازم يتكلم مع قلب نظام التشغيل اللي بنسميه النواة أو الكيرنل، والمحادثة دي للأسف ليها تمن كبير على الأداء. بس قبل ما نفهم ليه المحادثة دي مكلفة قوي كده، لازم الأول نعرف إن أي كمبيوتر من جوه متقسم لعالمين منفصلين تماماً، وفهم الفكرة دي هو مفتاح كل حاجة، المشكلة والحل. طيب، بصوا، تخيلوا معايا إن الكمبيوتر متقسم عالمين. العالم الأول اللي على الشمال ده هو وضع المستخدم، ده المكان اللي كل برامجنا عايشة فيه، المتصفح، الألعاب، كل حاجة. بس صلاحياته يعني محدودة شوية، وده عشان الأمان، عشان لو أي برنامج عمل غلطة ما يبوظش الدنيا كلها. أما بقى العالم التاني اللي على اليمين فده وضع النواة، ده بقى مركز القيادة المتحكم في كل حاجة في الهاردوير. الفصل ده بين العالمين مهم جدا عشان الجهاز يفضل شغال كويس ومستقر. طيب ازاي العالمين دول بيتواصلوا مع بعض؟ هنا بيجي دور حاجة اسمها استدعاءات النظام أو السيستم كولز. دي نقدر نعتبرها البوابة الرسمية والآمنة اللي أي تطبيق لازم يعدي منها عشان يطلب أي حاجة من النواة. عايز تحفظ ملف؟ لازم سيستم كول. عايز تتصل بالنت؟ برضو سيستم كول. واللي بيحصل باختصار شديد هو الآتي: التطبيق بيطلب طلب، الطلب ده بيجبر المعالج إنه يعمل عملية تبديل مكلفة قوي، بينتقل من عالم المستخدم لعالم النواة. هناك النواة بتنفذ المطلوب، وبعدين المعالج يرجع تاني يعمل عملية تبديل مكلفة تانية عشان يرجع لعالم المستخدم ويسلم النتيجة. كل تبديلة من دول مع إنها مهمة للأمان إلا إنها بتستهلك وقت وموارد، وهي دي بالظبط عنق الزجاجة اللي بنتكلم عنه. وعشان الموضوع يوضح أكتر، خلينا ناخد مثال عملي بنعيشه كل لحظة: الاتصال بالإنترنت. كل بايت واحد من البيانات بيتبعت أو بيتم استقباله على الجهاز بيعدي من خلال حاجة اسمها سوكت. ممكن نفكر في السوكت ده كأنه فيشة رقمية التطبيق بيستخدمها عشان يوصل للنت، والسوكتس دي في الأساس بتعتمد اعتماد كلي على استدعاءات النظام المكلفة دي عشان تقدر تتكلم مع كارت الشبكة عن طريق النواة. اللي شايفينه هنا هو الهيدر بتاع حزمة البيانات. دي شوية معلومات بتتلزق على أي داتا بتتبعت، سواء كانت حزمة بسيطة زي بتاعة اليو دي بي أو معقدة ومليانة تفاصيل زي بتاعة التي سي بي. في الآخر كلهم مضطرين يعدوا من نفس البوابة البطيئة، استدعاء النظام، عشان النواة تقدر تبعتهم. ده بيورينا قد إيه المشكلة دي أساسية وبتأثر على كل حاجة بنعملها أونلاين. والاقتباس ده من البحث اللي بنحلله بيلخص القصة كلها. مهندسين الأداء حالياً شغلهم الشاغل هو إزاي يلاقوا طرق يخلوا البرامج تتجنب المحادثة المكلفة دي مع النواة على قد ما يقدروا، لأنها ببساطة بقت أكبر عائق قدام سرعة البرامج الحديثة. وهنا بقى نوصل لصلب الموضوع، الحل المبتكر اللي البحث ده بيقترحه. طريقة جديدة تماماً لتسريع المحادثة دي، أو ممكن نقول لتجاوزها بشكل آمن. الحل ده اسمه SBPF، وفكرته ببساطة هي إنه بيعمل طريق مختصر وآمن. بدل ما التطبيق يفضل رايح جاي على النواة، SBPF بتخلق مساحة ذاكرة مشتركة بين الاتنين، والإشراف على المساحة دي بيتم عن طريق آلة افتراضية سريعة جدا وآمنة اسمها BPF، ودي بتضمن إن كل حاجة بتحصل بسرعة وبأمان تام. والشريحة دي بتوضح ببراعة إن السرعة دي مش بتيجي على حساب الأمان إطلاقاً، العملية متأمنة على أعلى مستوى. أولاً النواة بتتأكد من سلامة المكتبة اللي التطبيق عايزها، بعدين بتفحص الكود اللي هيشتغل عشان تتأكد إنه آمن تماماً وما فيهوش أي حاجة خطر، ولما تتأكد إن كل حاجة سليمة بتخصص مساحة الذاكرة المشتركة. الخطوات دي كلها بتضمن إننا ناخد ميزة السرعة من غير ما نفتح أي ثغرات أمنية. تمام، كل الكلام النظري ده ممتاز، بس يهمنا نشوف الأرقام، نشوف التكنولوجي دي عملت إيه فعلاً على أرض الواقع. دي نتيجة اختبار على استدعاء نظام اسمه StatFS، وده بيستخدم بكثافة في التعامل مع الملفات. الرسم البياني واضح جدا، SBFF حقق تسريع بنسبة 8% وأكتر، بالذات مع البيانات الصغيرة اللي هي أصلاً معظم استخدامات الاستدعاء ده تحسن ملحوظ جدا في عملية بتتكرر آلاف بل ملايين المرات في الثانية. ونيجي بقى للتطبيقات الحقيقية، تطبيقات بايثون كلنا عارفينها، ونتائج بصراحة مبهرة.
بنتكلم في تحسن حوالي 4% في فلاسك، 7% في يونيكورن، وبيوصل لغاية 12% تقريبا في جانجو CMS. الأرقام دي ممكن تبان صغيرة، لكن في عالم السيرفرات والتطبيقات الكبيرة دي أرقام ضخمة جدا. والميزة الأكبر إن التحسن ده بيحصل من غير ما نلمس سطر كود واحد في التطبيق نفسه. ولكن النتيجة الأكثر إبهاراً هي دي. لما استخدموا SBPF مع تقنية تانية حديثة لنقل البيانات اسمها BPF User Ring Buffer، التسريع وصل لأكثر من 5 أضعاف، يعني السرعة مضروبة في 5. دي قفزة هائلة في الأداء بتورينا الإمكانيات الحقيقية للطريقة دي لما بتندمج مع التقنيات الصح. إذن الخلاصة هي إننا ممكن نكون بنشوف بداية طريقة تفكير جديدة في العلاقة بين البرامج ونواة النظام. بدل الفصل التام والمكلف بنشوف ظهور طرق مختصرة ذكية وآمنة. فهل ممكن تكون دي هي الخطوة الجاية في سباق الوصول لأقصى أداء ممكن في أجهزتنا؟ ده سؤال مهم جدا وبيفتح الباب لتطورات كتيرة قوي في المستقبل.